من اصعب التحديات اللي واجهتنا بعد بالكويت ان احنا بالصيف عندنا درجه الحراره وايد عاليه وبالشتاء درجه الحراره وايد نازله، وعشان نحافظ على استمراريه انتاج دوده الارض على مدار 365 يوم بالسنه لازم نوفر لهم بيئه مناسبه اللي هي الافضل لانتاج الدود. فندفيهم بالشتاء، نغلف المكان كله بنيلون ونسويه حضانه، وبالصيف نبرد عليهم المكان. درجة الحرارة اللي يحبها الدود تتراوح من بين 26 ل 28 درجة سيليزية، وهو أفضل حرارة الدود يحبها ويتكاثر فيها وياكل أكبر كم من الأكل. احنا عندنا معادلة وايد سهلة، إن كثر ما ياكل الدود كثر ما يتكاثر أسرع، كثر ما ينتج لنا سماد بكميات أكبر. دودة الأرض كائن وايد مسالم، كائن يعيش في الظلام، فاحنا نحاول كثر ما نقدر ان المكان يكون ظلمه، ونستغنى عن الاضاءه البيضاء او الاضاءه الصفراء باضاءه حمراء لان الدود ما يشوف اللون الاحمر. فدائما احنا نغطي احواض الديدان بخيشه لان الدود ما يحب الاضاءه، فتلاقي الدود كله منخش تحت الخيشه. الحلو بعد لما نستخدم الخيشه ان الخيشه ماده عضويه فالدود ياكلها ويعيد تدويرها. الحلو بالدود انه ياكل اي شيء عضوي. نبتعد عن الحوامض ونبتعد عن لستة الأكل الممنوع، لكن بشكل عام الدود ياكل كل شيء. الدودة من الشغلات اللي تأثر فيها أو تكون حساسة اللي هو رطوبة التربة. فرطوبة التربة احنا لازم نحافظ عليها برطوبة 80% بحيث ان لما نعصرها تنقط ماي وما يكون الماي زايد. الماي الزايد يسبب اختناق او الدودة تغرق بالماي، والماي او الحوض الناشف اذا رطوبته مو تمام فالدود ينحاش برا. طبعا احنا جربنا جميع اشكال تربيه الديدان اللي هو نظام الارفف او نظام الروز بيد، فبالنهايه استخدمنا هي الاحواض الطوليه. التعامل معها وايد اسهل، الدود تاقلم فيها وصارت العمليه سلسه سواء لتربيه الدود او سواء لحصاد الدود او سواء لانتاج وتغذيه الدود. يتم تقديم طعام للدود، والدود كل ما يزيد العدد عندك كل ما ياكل اكثر، فيعتمد اعاده تحويل او اكل الكومبوست على الدود او كميته، فكل ما زاد الدود كل ما ياكل اكثر. عندنا ماكينه خاصه اللي هي تفرز السماد عن الديدان. السماد طبعا يطلع للمزروعات والدود يعاد تدويره في نفس المكان وترجع العمليه من البدايه. نعطيه اكل، الدود ياكل، ناخذ السماد، نفرز السماد، الدود يرجع مره ثانيه ونعطيه اكل. عشان نحافظ على تربيه الدود ممتازه على مدار السنه اخترنا ان نربيهم داخل عنبر، وكلمه عنبر دائما يستخدمونها اهل الدواجن اللي ينتجون بيض، فيربون دواجنهم وديايهم داخل عنابر لها كنترول خاص. فنفس العمليه احنا استحدثناها لانتاج الديدان، حطيناهم بهنجر، حطينا اللي هو الأحواض كونكريت مغلفها بالسيراميك عشان نحافظ عليها على مدى سنين وايد طويلة. نحافظ على درجة الحرارة صيف وشتاء معدل ثابت، لا تصعد ولا تنزل. الدودة كائن حساس يتأثر، فإذا درجة الحرارة لعبت فيه صاعدة نازلة الدودة تتأثر، فنحاول إنه يكون الوضع ستيبل مدار السنة سواء صيف أو شتاء. ماكينة الفرازة هي اللي تفرز لنا السماد عن الدود. طبعا بعد ما نتأكد ان الدود اكل كل الكومبوست اللي تقدم له ناخذ الدود مع السماد وندخله على الماكينة مالت الفرز. ماكينتنا سهلت علينا العملية، هي اللي تقوم فرز الديدان عن السماد، فبالنص تطلع لنا سماد الدود جاهز للاستخدام دايركت. من الجهة الخلفية ينزل لنا الدود، فبهذه العملية فرزنا الديدان عن السماد. المخلفات العضوية لما يتم تجميعها وفرزها وإعادة تدويرها نخليها على شكل كوام اللي يسمونها ويندرو، نحافظ على رطوبتها
ولازم نشيك عليها بشكل مستمر ان نحافظ على الرطوبه الداخليه. بالبدايه درجه الحراره توصل 75 اللي هو التحلل يرفع درجه الحراره، وعقب ما تنتهي عمليه التحلل تكون درجه حراره الكومبوست او درجه حراره السماد ممتازه. طبعا المخلفات احنا نتكلم عن كميات وايد كبيره، نتكلم عن اطنان 60 70 80 100 طن. وفي الختام مشاهدينا الكرام، ما يسعني إلا أن أشكركم على حسن المتابعة، وأتمنى كل ما تقدم في حلقة اليوم قد حاز على إعجابكم. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل على أمل أن